موظف ببريد الجزائر يختلس 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية بأولاد فايد. أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة مؤخرا الملف القضائي المتعلق باختلاس أموال عمومية من مكتب بريد الجزائر بأولاد فايد، والتي تورط فيه 4 متهمين، ويتعلق الأمر بأعوان شباك، واحد منهم موجود رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة، والبقية استفادوا من إجراء الرقابة القضائية على إثر اختلاس مبلغ 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية. ملابسة القضية حسب معلومات تفيد بأن التحريات انطلقت من اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب 600 مليون سنتيم من مكتب بريد أولاد فايد شهر ديسمبر الفارط، خلال الفترة التي غاب فيها القابض الرئيسي في عطلة سنوية، والتي قادت ما يقارب 18 شخصا إلى التحقيق. هذا الأخير اكتشف ثغرة مالية بالحسابات خلال المراقبة والتدقيق بعد عودته، حيث تبين سحب وتحويل مبالغ مالية على مراحل من حساب رعية أجنبية من جنسية فرنسية متزوجة بجزائري ومقيمة حاليا بالخارج إلى حساب شخص آخر، وذلك دون العثور على أثر لوصولات التحويل أو شيكات لعمليات السحب. ليتم التحقيق في القضية، أين اعترف المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت بسحبه الأموال من حساب الضحية الرعية الأجنبية وتحويلها إلى حساب صديقه وهو متهم في القضية. هذا الأخير كشف أنه قام بذلك بعد ضائقة مالية كان يعاني منها على إثر تحضيرات لزفافه.